هقول لكم في الفيديو ده ازاي بستعد للامتحانات، بعمل ايه ليله الامتحان، وبعمل ايه في الامتحانات علشان اقدر ان انا اجيب درجات عاليه. مهتمين بالفيديو ده تابعوا الفيديو للاخر. بس قبل ما ابدا يا ريت تعملوا لي سبسكرايب بانكم تدوسوا على الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، وكمان تدوا لي لايك لان ده بجد بيساعدني بشكل كبير جدا ان انا استمر في انشاء المحتوى، وهي حاجه بسيطه جدا انت ممكن تعملها ولكن بتساعدني انا بشكل كبير. كمان تقدروا انكم تروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدا بالفيديو. الفتره اللي قبل الامتحان هي اهم فتره في السنه الدراسيه كلها، لان هي اللي هتحدد اذا كان كنت هتجيب درجات عاليه او درجات قليله، وحتى لو كنت بتذاكر من اول السنه فلازم تكون عارف ازاي تستغل الفتره دي صح علشان تقدر تجيب درجات عاليه. عمل ملخصات. الواحد افتكر لما كان في ثانويه عامه وكان بيعمل ملخصات كل اصحابي بيسالوا عليها علشان يراجعوا منها. كانت ايام. كنت بعمل تلخيصات لحاجات كتير جدا، زي ان انا مثلا كنت بجمع التواريخ وبجمع الاحداث اللي حصلت في كل تاريخ فيهم، بجمع معادلات الكيمياء الصعبه اللي كنت بواجه صعوبه كبيره جدا في حلها، وحاجات زي كده كتير. هقول لكم بعد شويه ازاي هتستخدموا الملخصات اللي انتوا بتعملوها دي. ولكن لو انت مش عارف اصلا هل انت المفروض تعمل ملخصات ولا لا، او ايه اصلا اللي المفروض تعمله ملخصات وازاي تعمل تلخيصات، يبقى تقدر انك تشوف الفيديو اللي هيطلع لك هنا او هيظهر لك هنا. علشان انظم وقتي صح بحدد اولا هي ايه الدروس اللي انا ذاكرتها قبل كده وايه الدروس اللي ما ذاكرتهاش قبل كده في كل ماده، وكمان ببدا ان انا اشوف جدول الامتحانات وبشوف هي ايه المواد اللي قبلها ايام كافيه لمذاكرتها وايه المواد اللي مش قبلها ايام كافيه لمذاكرتها، وبناء على كده ببدا ان انا اعمل الجدول بتاعي، بحيث ان انا بعمل الجدول ان انا بحاول ان انا اخلص كل الدروس اللي ما ذاكرتهاش قبل كده، وكمان براجع المواد اللي مش قبلها ايام كافيه لمراجعتها. طيب ولو امتحاناتي كل يوم، في الحالة دي يبقى لازم تحاول تضغط على نفسك شوية وتحاول انك تخلص المناهج دلوقتي وكمان تراجعها. حاول دايما ان انا اصحى بدري في الايام اللي قبل الامتحانات، يعني بحاول ان انا اصحى الساعة 5، ودايما بحدد وقتي بالشكل ده، من اول ما بصحى الساعة 5 لحد الظهر او العصر بالكتير، الوقت ده مخصص لمراجعة المنهج كله. حاول دايما ان انا اعدي على المنهج سريعا علشان ما اسيبش حاجة ما كنتش قريتها وفهمتها كويس. من العصر للعشاء بقى ببدأ ان انا اراجع التلخيصات اللي انا كنت كاتباها قبل كده، علشان التلخيصات دي هيكون فيها اكتر حاجة انت بتنساها، وكمان بحل امتحانات للسنين السابقة وبحل قدر المستطاع اسئلة كتير، لان الاسئله بجد بتقلل التوتر بشكل كبير جدا وبتخلي عندك ثقه في نفسك اكتر. بلاش في اليوم ده بالذات انك تشغل نفسك بالاسئله اللي بيسالوها على الجروبات وكمان الفيسبوك. الاسئله اللي بتبقى جايه من المريخ دي بجد ما تشغلش بالك بيها لانها ما بتكونش مهمه اصلا، كده كده مش بتاجي في الامتحانات. حاول دايما انك تشغل وقتك بحل الاسئله المتوقعه اللي بيدوها لك المدرسين الموثوق فيهم، وكمان تحل امتحانات السنين السابقه. ولازم تتقبل فكرة انك مهما ذاكرت ومهما حليت برضه هتواجه اسئلة مش هتعرف حلها او مش هتكون متأكد من اجابتها، وده شيء طبيعي. بعد العشاء على طول حاولوا انكم تناموا، فهو ده السبب اللي كان بيخليني ان انا اصحى بدري في اليوم ده واتعب نفسي قدر المستطاع وما انامش في العصر علشان انام بالليل من كتر الاجهاد اللي انا فيه، وكمان انسى التوتر. ان بجد النوم بدري والصحيان بدري بالذات في اليوم ده بيقلل التوتر بشكل كبير جدا. كمان قبل ما تنام تقدر انك تصلي ركعتين تدعي فيهم ربنا ان هو يريح قلبك، كمان يوفقك في الامتحانات. وكمان لو عايزين ادعيه كتير جدا ليها علاقه بليله الامتحان والامتحانات وكل الحاجات دي انا هحطها لكم تحت في الديسكربشن بوكس علشان تقدروا انكم تقروها، هتساعدكم بشكل كبير جدا. بلاش انك تراجع مع حد قبل دخولك للجنه، لان بجد الموضوع ده ممكن يوترك بشكل كبير جدا، وكمان ممكن يحسسك انك ما ذاكرتش حاجه فتتوتر، وبالتالي ده ياثر على درجاتك في الامتحان. فلو انت من النوع اللي بتتاثر بشكل كبير جدا من المراجعه قبل دخولك للامتحان فبلاش انك تعمل كده، لان طبيعي جدا قبل دخولك للامتحان هتلاقي نفسك انك حاسس انك ناسي كل اللي انت ذاكرته حرفيا. انتوا من النوع انكم بتتوتروا بسرعه فبلاش مراجعه قبل الامتحان دي. تاني بقى الغلط جدا وبلاش انك تعملها انت وفي الامتحان، هي انك لما تيجي تستلم ورقه الامتحان تروح تقراها كلها. طب وليه بقى ما تعملش كده؟ اولا الحاجه دي هتضيع لك وقتك بشكل كبير جدا في حين انك محتاج كل ثانيه في الامتحان. الحاجه التانية لو لقيت اسئله صعبه في الامتحانات ده هيوترك بشكل كبير جدا وممكن يخليك ما تعرفش انك تحل. الحاجه الثالثه ان قراءتك لورقه الامتحانات ده ولا هيقدم ولا هيأخر، لان كده كده الورقه دي هتحلها،
فاكيد يعني مش من بعد ما تقرا الورقه هتقول لهم لو سمحت الورقه دي مش عجباني ممكن تغيروها لي. فقرايه الامتحان كله قبل ما تبدا دي بجد حاجه في منتهى الفشل. كل اللي عليك تعمله انك هتحل سؤال بسؤال، والسؤال اللي تعرفه تحله، واللي ما تعرفوش تسيب له مكان وما تفضلش تفكر فيه كتير، لان ده هياخد من وقت الامتحان وممكن يخليك ما تعرفش انك تلحق تخلص الامتحان كله. وبجد من الاهم الحاجات برضو اللي انا بقيت اعملها خلال الفترات دي هو انك اقرا السؤال كويس حتى لو انت متاكد من الاجابه بتاعه السؤال. والغلطه اللي كنت بقع فيها بشكل كبير جدا هو ان انا بتوقع السؤال. ارجوكم يا جماعه محدش يتوقع السؤال، علشان في مدرسين بجد بيلعبوا في النقطه دي. بيبقى عارف ان الطلبه متعوده على شكل سؤال معين، واول ما بيشوفوه بيقولوا عليه سؤال بديهي وبيحلوه على طول، في حين ان هو لاعب في لفظ كده او كده وده غير الاجابه بتاعه السؤال. فاقروا السؤال كويس حتى لو انتم متاكدين من الاجابه بتاعه السؤال. وبس كده يكون الفيديو خلص. فلو انتوا حابين المحتوى ده وبتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات تقدروا انكم تعملوا لي سبسكرايب بانكم تدوسوا على الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه اول باول. وزي ما قلت لكم يا ريت تعملوا لي لايك، بجد زرار اللايك يا جماعه ما بيكهربش، انك تدوسوا على زرار اللايك ده بيساعدني بشكل كبير جدا ان انا استمر في صناعه المحتوى. تقدروا انكم تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. لو عندكم اي سؤال تقدروا انكم تسالوني هناك، وكمان بنزل فيديوهات هناك هتفيدكم جدا. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام.